يا مساء الفل والياسمين. ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة زي الفل. طبعا كلنا عارفين الأسبرين بتاع زمان اللي تم استخراجه من لحاء شجره الصفصاف اللي بيسكن الوجع وبيخلي الدم يمشي زي المية في المواسير. بس استنى هنا، اللي هنقوله دلوقتي ممكن يصدمك. الأسبرين ده بالرغم من فوائده الكتير ممكن يكون قنبلة موقوتة للأطفال حديثي الولادة، بالذات لو الأم الحامل خدته. إيه اللي بيحصل؟ المرض اللي ممكن يسببه الأسبرين اسمه استمرار ارتفاع ضغط الدم الرئوي عند حديث الولادة. اسمي يخض، صح؟ طب تعالوا نفهم الموضوع ببساطة عشان نعرف إيه الخطورة. تخيل معايا الطفل لسه مولود والدنيا بتنور حواليه، المفروض ياخد نفسه الأول ورئته تتملي هوا والدنيا تبقى تمام. بس في الحالة دي الأوعية الدموية في الرئة قافشة متشنجة، مش راضية تفتح عشان الدم يمشي وياخد الأكسجين. ليه كده؟ عشان الأم خدت أسبرين وهي حامل. النتيجة الطفل مش عارف ياخد نفسه كويس، الأكسجين قليل في دمه والضغط في الرئة عالي زي ماتش كورة في الدقيقة ال90. بمعنى أصح الطفل بيتخنق وحياته في خطر بسبب حاجة كنا فاكرينها بسيطة. وعشان كده الدكاترة بيحذروا 1000 مرة ممنوع منع بات الأسبرين للحامل، عشان سلامة البيبي أهم من أي وجع. يبقى الخلاصة، الأسبرين سلاح ذو حدين، لازم نستخدمه بحذر وتحت إشراف الدكتور، وبالذات الست الحامل لازم تبعد عنه نهائياً عشان تحمي طفلها من الخطر ده. إيه رأيكم في المعلومة دي؟ شاركونا في التعليقات وقولوا لنا لو كنتوا تعرفوا الموضوع ده قبل كده ولا لأ، وما تنسوش اللايك عشان المعلومة توصل لأكبر عدد من الناس. سلام.